السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة مميزة جدا. هتبقى كده واخدة منك لون حلو جدا من بره، وطرية كده وعمرها ما تنشف منك أبدا. هنتكلم كمان عن التسوية المظبوطة، ودي كمان شكلها أول ما خرجت من الفرن. وكمان هنعمل كمان جنبها شوية كده من سلطة الخضراء اللي هي سلطة المشاوي، وكمان سلطة الطحينة. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير بتاعتنا. بس ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة لكل حبايبنا. نسمي الله. أنا معايا النهاردة حبة بصل كبيرة، قطعتها مكعبات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا. ومعايا كمان حبة من الفلفل. أنا معايا النهاردة فلفل أخضر. تقدري تستخدمي أي لون فلفل موجود عندك، يعني فلفل أخضر أحمر أو خليط ما بين الاتنين، بس يكون في حدود حبة واحدة بس. في الوقت ده كده نزلت بالخضار بتاعي في الكبة علشان أطحنه كويس جدا، وده هيبقى شكله بعد ما طحنته. في الوقت ده كده هاخد الخضار بتاعي اللي هو ده معايا. هبدأ كده ان انا اصفيه في مصفى علشان كده اتخلص من اي سوائل موجودة فيه. وطبعا علشان طبعا الخضار يجيب السوائل الموجودة فيه كلها، هبدأ كده ان انا اضيف له نص معلقة صغيرة من الملح الابيض. في الوقت ده كده هبدأ ان انا اصفي الخضار بتاعي كويس جدا. وطبعا الملح الابيض تقدري برضو تضيفيه في الكبة وأثناء طحن الخضار، أو تضيفيه كده، يعني الاتنين برضه هيبقوا برضه نفس الطريقة. يعني الخضار برضه هيجيب المَيّة الموجودة فيه. صفينا الخضار كويس جدًا، وطبعًا المَيّة اللي خرجت منه دي هابدأ إن أنا أحفظها في التلاجة، لإن هاحتاجها إن شاء الله خلال الوصفة. أنا معايا في الوقت ده كيلو من اللحمة المفرومة، مفرومة معايا وشّين. ومعايا كمان 200 جرام من دهون اللحمة أو حتى من اللية، اللي هي لية الخروف. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أضيف لهم البصل والفلفل اللي صفيتهم كويس، بدأت إن أنا أضيفها لهم. ضفت كده حزمة من الكزبرة على البقدونس، متقطعة كده مكعبات، يعني قطع صغيرة، وأخدت الأوراق بس. ضفت لها كمان معلقة ونص من بهارات اللحمة، وضفت لها كمان معلقة ونص من بهارات الكفتة، ودي بيبقى شكلها معايا. في الوقت ده ضفت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة صغيرة من الكمون على الكزبرة المطحون. ومعايا كمان معلقة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر. ومعايا كمان 2 معلقة كبيرة مليانة من النشا أو الكورن فلاور. وفي الوقت ده كده ضفت كمان ملح، وراعيت كمان إن الخضار اللي هو البصل والفلفل برضه ضفت له ملح. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أعجن الكفتة كويس جدًا. عجنتها كده لحد كده ما بتنعم معايا، وتبقى كده بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معايا دلوقت. وطبعًا ممكن نعجنها بإيدينا أو حتى نحطها كده قطعة قطعة في الكبة لحد كده ما بتنعم معايا وبتبقى معايا بالشكل ده. في الوقت ده كده أنا قفلت الكاميرا وعجنت كده فيها شوية حلوين لحد كده ما نعمت وبقت معايا بالجمال اللي حضرتك كده شايفاه معايا ده. وطبعًا علشان تطلع معانا كفتة ناجحة وجميلة جدًا، وده بيكون كده العجينة بتاعة الكفتة بتبقى ناعمة جدًا. في الوقت ده كده هابدأ إن أنا أعجن فيها كمان شوية حلوين، وهاوقّف كده عجن فيها، وهابدأ إن أنا ألِم العجينة وهاسيبها كده معايا. أغطيها كده بكيس بلاستيك وهاسيبها كده معايا لحد كده ما كلها تاخد كده من طعم بعضها. حطيتها كده معايا في التلاجة حوالي ربع ساعة، وبدأت إن أنا أشتغل فيها على طول. تقدري إن انتي تسيبيها لحد نص ساعة أو ساعة كمان، مش هتفرق أبدا. أو حتى ممكن كمان تحتفظي بالعجينة الكفتة دي في الفريزر لمدة يوم أو اتنين، وتطلعيها كده وتبدأي إن انتي تصبعيها، هتبقى برضو معاكي زي الفل. أخدت مَيّة البصل ونزلت عليها كده بشوية من الصلصة، شوية كده من الفلفل الأسود، وشوية كمان من البهارات، وشوية كمان من البابريكا، ومعلقة كبيرة من الزيت. بدأت إن أنا أقلب كده المكونات كلها مع بعضها كويس جدًا، ونزلت بقى بالإضافة اللي هتخلّي كده لون جميل جدًا للكفتة من برّه، وهي عصير نُص ليمونة. في الوقت ده كده أخدت كده عودين كده من الشيش طاووق. أنا عندي الأعواد الصغيرة، فبدأت إن أنا أستخدمها. لو عندِك أسياخ الشيش طاووق اللي تخينة شوية هتبقى أفضل بكتير من الأسياخ دي.
في الوقت ده كده بدأت إن أنا أصبّع الكفتة، وطبعًا كده بابدأ إن أنا أحُط إيدي كده في الخليط اللي إحنا عملناه، اللي هو مَيّة البصل والبهارات اللي إحنا حطيناها مع بعض لسه من شوية، وبابدأ كده إن أنا أصبّع الكفتة، وأبدأ كده إن أنا أحطها في صينية مدهونة مادة دهنية، ولو عندِك شبكة تقدري إن أنتِ تحطيها على الشبكة. بس أنا دلوقتي عملتها معاكم، لو حتى كمان ما عندكيش في البيت شبكة تقدري برضه إن أنتِ تعملي كفتة وتطلع معاكِ بأحسن كمان من كفتة الحاتي. في الوقت ده كده بنصبّع كده الكفتة وبابدأ إن أنا أسحبها كده من على السيخ. أنا عملت كده شوية على عيدان شيش طاووق، وعملت كده صبّعت شوية كده على إيديّا يعني بدون تصبيعها على أي حاجة. في الوقت ده كده وبعد كده ما باصبّعها بابدأ إن أنا آخُدها وباحطها كده في صينية مدهونة مادة دهنية أيًا كان زيت أو سمنة، وفي الوقت ده كده هاخلّص الكمية كلّها بنفس الطريقة، وده شكل الكمية كلّها بعد ما خلّصتها. هادخّلها كده فرن سابق التسخين على أعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. هاحطها كده في الأول على بلاطة الفرن حوالي دقيقتين، وبعد كده هارفعها كده تحت الشواية لمدة دقيقتين، وبعد كده هاخرّجها على طول، وكده الكفتة مش هتنشف معانا أبدًا، وهتاخد معانا برضه لون جميل جدًا. تعالوا مع بعض نعمل سلطة الطحينة. نزلت كده في طبق نزلت بكمية من الطحينة، نزلت عليها ب2 فص من التوم، اديت لهم كده شوية من الكمون وشوية كمان من الملح الأبيض، دقيتهم كده في الهون وبدأت إن أنا أضيفهم كده للطحينة بتاعتي. ضفت لها كمان ليمونة وكمان 2 معلقة كبيرة من الخل، وضفت لها كمان شوية من البهارات، الكمون على الكزبرة على الشطة الحمرا، وكمان شوية من الملح. بدأت كده إن أنا أضيف لهم البهارات وبدأت إن أنا أقلّب. بدأت معايا الطحينة تجمد في الوقت أو تتقل آسفة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل كده بالمَيّة. بننزل بالمَيّة بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش بننزل أبدًا بمَيّة سخنة، لإن طبعًا المَيّة السخنة بتخلّي كده وش الطحينة ينشف معانا. وطبعًا ممكن نضيف كمان في المرحلة دي معلقة أو معلقتين كمان من الزبادي زي ما حضرتِك تحبي. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّب وأضيف المَيّة لحد كده ما ياخد السُمك اللي أنا عايزاه، أيًا كان تقيل أو خفيف. قلّبتها كده كويس جدًا بالمضرب لحد كده ما بقت بالقوام اللي أنا عايزاه. في الوقت ده كده هي جاهزة معايا. نقدر كمان ندوقها، لو محتاجة ملح نبدأ إن إحنا نضيف لها. زيّنتها كده بورقة كده من ورقات الكزبرة الخضرا. نقدر كمان نزينها بشوية كده من البابريكا وشوية كمان من الكمون المطحون. في الوقت ده تعالوا يلا مع بعض نعمل سلطة المشاوي. في طبق كده أو في بولة معايا نزلت ب2 حبة كبيرة من الطماطم متقطعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونزلت كمان ببصلة متقطعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، ونزلت كمان بحبة كبيرة من الفلفل، و2 حبة من الخيار، وشوية كده من الكزبرة الخضرا على البقدونس. اديت لها كده عصير نُص ليمونة أو ليمونة كاملة، واديت لها كمان شوية كده من البهارات اللي هي الكمون على الكزبرة على الملح وكمان الشطة، ولو عندنا سُماق نبدأ إن إحنا ننزل بربع معلقة. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلِّب كده السلطة مع بعضها كده كويس جدًا، وده بيكون شكلها معايا. في الوقت ده كده يبقى السلطة معانا جاهزة، ما أخدتش معانا أي وقت خالص. في الوقت ده كده الكفتة طلعت معانا من الفرن وده كان شكلها معايا. في الوقت ده كده أخدت لون جميل جدًا من برّه، وكمان آخدة كده يعني طراوة حلوة، يعني عمرها ما هتنشف منِّك أبدًا لو استخدمتِ طريقة التسوية اللي أنا قُلت لحضرتِك عليها. وشايفين ده الكمية كلّها بتاعة الكفتة من كيلو واحد بس من اللحمة، ده بيكون شكلها. شايفين معايا الكفتة ما نشفتش أبدًا، ما شاء الله طرية حاجة كده اللهم بارك. طَب تعالوا كده مع بعض نشوف شكلها من جوّه. ده بيكون كده شكلها من جوه، يعني طرية جميلة جدًا. في الوقت ده هي لسه سخنة جدًا لأنها لسه خارجة من الفرن. ده شايفين معايا طريقة حلوة جدًا، اللهم بارك. أحلى طريقة تعملي بيها كفتة الحاتي، وتبقى واخدة لون جميل جدًا من برّه، وكمان طرية وحلوة جدًا من جوّه، وطعمها ولا ريحتها اللهم بارك، مالية البيت كله. أتمنى إن أنتم تجربوها بنفس الطريقة. قدمتها النهارده مع عيش وكمان مع مكرونة. طب تعالوا كده مع بعض نشوف كده شكلها
وفي السندوتشات اللهم بارك. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتسيبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.